هذا الفيديو هو أحد الأمثلة على الاستمرارية، بأنه أنا قاعد أستمر برغم كمية الانشغال اللي عندي بغير قناة. فهنا أنا قاعد أستمر مو بهدف أنه أطلع جودة ممتازة، مو بهدف أنه أستمر فقط، لأن الاستمرارية هي راح توطينا لأن نوصل مرحلة أطلع بيها جودة فيديوهات عالية، مونتاج، كتابة سكريبتس قوي جدا. بس هذا كله أنا قاعد أستغني عنه بهدف انه اوصل للاستمرارية اللي اريدها. السلام عليكم، انا حسين وهاي قناتي اللي راح اعلمك شلون تزرع بيها بذرة نجاحك. فان شاء الله راح اقدم لك محتوى الهدف الاول والاخير هو فائدتك فقط، بدون هدف احصل مشاهدات، بدون هدف انه اشذب عليك، بدون اي اهداف ثانية غير فقط فائدتك وكذلك فائدتي، لانه انا من راح اقدم هذا المحتوى راح اكون افضل بحياتي. فخلينا نبدي مباشرة بالاستمرارية. شوف، اني من بديت اريد انتج هاي الفيديوهات لازم احتاج عدة عمليات امر بها حتى اقدر انتج لك فيديو كامل وانزله وانت تكون جاهز حتى تشوفه. فهذا الفيديو يحتاج اول شيء سكريبت، من بعد الفكرة، بعدين التسجيل، وراها المونتاج البسيط، وراها النشر مع بعض الشغل البسيط من ناحية الصورة المصغرة اذا اقدر اسوي او هيك. فاني من قاعد اشوف انه من قاعد اشتغل سويت الفيديو الاول اللي هو الالم. هذا الفيديو من سويته كتبت وكملت ونزل البي دي اف ملف موجود على قناة التليجرام، كله اشتغلت ممتاز، ولكن هذا الشيء صعب فما راح يخليني استمر عليه بكل سهولة. فهنا أنا قاعد أشوف نفسي عندي الأفكار من الفيديوهات بس ما عندي نص الفيديو، فلهذا السبب ما قاعد أسجل لأن ما عندي نص أسجل عليه. فقلت هسه اني اريد استمر، فهنا اكتشفت نفسي انه لازم استمر، بس اني ما قاعد استمر لسبب انه الموضوع صعب، لازم اكتب، والكتابة انا عندي الفكرة ببالي ولكن الكتابة تاخذ وقت وتحتاج ترتيب. فاني من اجي احكي هيجي مباشرة راح اقدر استمر ولكن بجودة اقل. فقعدت وفكرت، قلت انا اريد استمر، والاستمرارية هي الطريق للانضباط وللجودة همينة. فقلت خلص افتح الكاميرا وصور، مو شرط لا تحصر نفسك بالكتابة. فهنا راح نجي نعرف الاستمرارية شنو هي. الاستمرارية هي ان تستمر على فد شيء تسويه بغض النظر عن انت تحبه او لا. فانت هنا قاعد تشوف اكو بالتعريف فد شيء يشبه الانضباط. شوف، الاستمرارية جزء لا يتجزأ من الانضباط، والانضباط موضوع اوسع، مفهوم اوسع وشامل. فالاستمرارية جزء لا يتجزأ من الانضباط. طبعا المفروض هذا الفيديو يكون عن الانضباط، ولكن لانه اني ما عندي وقت او ما عندي مثلا اقول لك ما عندي الانضباط الكافي حتى اقدر واكتب لك نص للانضباط، لان الانضباط موضوع اوسع واصعب ويحتاج ارتب افكاري قبل ما اجي القيها هيك. فهنا لغيت الانضباط وقلت خلي احكي على الاستمراريه حتى استمر وحتى اتعلم همينه، حتى اتعلم شلون انضبط. فالانضباط هو ما تقدر تنضبط اذا ما عندك الاستمراريه. الانضباط راح نحكي عنه بعدين ان شاء الله، ولكن هذا الشيء جزء من الانضباط ويساعدك جدا. فالاستمراريه هي ان تستمر على فد شيء بغض النظر عن جودته، بغض النظر عن النتائج، المهم تستمر. من اهم الاشياء اللي تخليك تستمر هي انه تسهل الموضوع قدر الامكان. فانت عرفت الاستمراريه، هسه لازم نعرف شلون نستمر. من تستمر لازم تسهل الموضوع، مثل ما قلت لك هذا الفيديو هو احد اكبر الامثال عن الاستمراريه. الموضوع حسيته اكو صعوبه، حسيت انه مثلا ما قاعد اقدر اكتب سكريبت، حسيت انه قاعد اتعاجز من الكتابه، مثلا انا ما احب الكتابه، فلهذا السبب ما راح انتج فيديو بسبب انه انا ما قاعد اكتب. ولكن ما عندي مانع اذا اجي واصور واني قادر على انه ارتجل والقي خطاب كامل بدون اي كتابه. ممكن هم استخدم بديل ثاني، وهو انه اكتب لي بس رؤوس اقلام، ما احتاج اكتب نصا. فهاي كلها بدائل حتى اسهل الموضوع. الهدف الاول بالاستمراريه هو انه تسهل الموضوع، لازم تسهل الموضوع عليك قدر الامكان بحيث انه من السهل ان تستمر عليه. فخلينا نعطيك بعض الامثله اللي تساعدك تفتهم. مثلا انت تريد تقرا لك كتاب، اول ما تيجي تقول اقرا لي 6 صفحات كل يوميا، او مثلا اريد اقرا ب5 ايام واخلصه. هاي الاشياء يجوز تستمر، ولكن يوم يومين وتبطل ما تقدر. ليش؟ لان الموضوع صعب، انت ما متعود، خصوصا انت ما متعود، فالموضوع عليك راح يكون كلش صعب، لهذا السبب ما راح تستمر. ولكن الشيء الصحيح اللي تسويه هو تقول اقرا صفحه واحده باليوم، وفعلا تقرا صفحه باليوم. لا تستهزئ وتقول صفحه واحده باليوم كل فايده ما بيها، او تشوف الموضوع غبي جدا. شنو صفحه باليوم؟ خوالي ما راح استفاد.
فهذا الشيء لا تسويه، وانما انه قول اريد اقرا صفحه باليوم وصدق التزم بصفحه باليوم. الهدف مو انه انت تقرا صفحه باليوم، الهدف انه تستمر على قراءه صفحه باليوم وتزيد. فالهدف الاستمرار، مو الهدف انه استفاد من الكتاب قد ما تستمر على الكتاب. فانت من راح تقرا صفحه باليوم لازم بعدين وراها من تستمر، انت هسه قاعد تبني عادات وقاعد تعلم عقلك وقاعد هواي امور تمر بيها وتعلم جسمك وعقلك الباطن. فهاي الاشياء راح تخليك تتقبل انه صارت عندك قراءه صفحه فشي تافه، يعني انه ما تقرا الصفحه صار اصعب من ما ان تقرا الصفحه. وهذا الموضوع نلاحظه احنا هواي بالصلاه. اذا تريد تلتزم بالصلاه يقول لك واحد من اهم الشروط اللي تلتزم بالصلاه انه اول ما يأذن صلي. ليش؟ لانه موضوع انه ما تصلي هو اصعب من موضوع الصلاه نفسها. يعني انت من تروح تصلي صليت وخلصت 5 دقائق 10 دقائق خلصت، اما من ما تصلي راح تقعد تفكر لازم ورايا صلاه ورايا صلاه، قوم صلي وما تقوم. فهذا الموضوع راح يكون اصعب من ما انه تروح تخلص ب5 دقائق وتصلي. فهنا راح تكون موضوع انه الاستمرار على شيء سخيف او يعني كلش سهل راح يكون اسهل من تركه. ليش؟ لأن لهذا السبب قلت لك إنه راح تظل تفكر قوم يلا سوي، هي صفحة ما تقدر فهذا التفكير راح يعني يجهد عقلك ويجهد يعني ياخذ طاقتك بدون بالخالي بلاش. فهنا تعرف إنه لازم تسوي الموضوع سهل وقدر الإمكان سويه تافه. فهاي واحد من أهم يعني أساسيات الاستمرارية، حتى تستمر سوي الموضوع سهل. زين، من الأشياء اللي تساعدك على الاستمرارية هي ربط مثلا المكافأة أو ربط عادة بعادة. طبعا انت من تحكي عن الاستمراريه لازم تعرف اشياء العادات، ولكن ما راح اتطرق لها هنا، ممكن اسوي عنها فيديو ثاني. موضوع الاستمراريه حتى تستمر تقدر تربطه باشياء. يعني مثلا انت من تصلي، يعني انت ممكن مستمر على الصلاه عندك في شيء سهل نوعا ما، وهاي نعمه طبعا، فانت تقدر تروح تصلي. فانت تريد تقرا قران بس ما تقدر تستمر عليه او عندك مشتتات اكثر، فهنا رح تربط قراءة القرآن بالصلاة، بحيث انه بمجرد ما تقوم تصلي والصلاة بالنسبة لك سهلة، فمن تقوم تصلي بعد ما تخلص الصلاة مباشرة تروح تقرأ قرآن. فهنا ربطت فشي سهل بفشي صعب. بهيج حالة راح تقدر تستمر على القرآن طالما انت تصلي، ومستحيل انت راح يجي يوم وتقطع الصلاة. فانت هنا لو تيجي تقول اريد اقرأ قرآن ساعة مثلا بالخمسة العصر، بالخمسة العصر انت مأذن وبصلي صلاة العصر ومخلص يعني مخلص. فهنا من راح تجي راح انت قاعد وكامش موبايلك وتقول لازم اروح اقرا قران. فهنا الموضوع صعب. اما من تجي انت تقول انا لازم اروح اصلي ورحت صليت خلص الصلاه قبل ما اكوش موبايل خلي اروح اقرا القران، فهنا الموضوع راح يصير اسهل. فهذا الموضوع الاستمراريه تقدر تربطه باشياء سهله. مثلا انت من تقعد الصبح صعب عليك تروح مثلا تسوي شيء غير تكوش موبايلك، انت اول ما تقعد متعلم تكوش موبايلك. فمثلا من تكوش موبايلك اربط بهذا الموضوع في شيء، مثلا اربط انه الصبح اول ما اقعد اكتب اهدافي بالموبايل. فهذا الشيء راح يخليك يعني يسهل عليك الموضوع بالشكل اللي تقدر تستمر عليه. قد تشوف انه الموضوع شويه يعني او الحكي قاعد احكي شويه واحد طالع منا طاب منا، هذا كلش عادي لانه انا قلت لك ما كاتب سكريبت فقاعد القي باللي يجي ببالي. فهاي من الاخطاء اللي اسويها اني، انه المفروض اكتب سكريبت واجيك، ولكن هذا الشيء ما راح يخليني استمر او راح يخليني استمر بانضباط اقل. فانا لازم اعلم نفسي على الانضباط وعن طريق انه استمر. فهسه راح نحكي لك انه شلون ممكن الاستمراريه هي اللي تخليك تضبط فعلا بغض النظر عن الجوده. يعني هسه انا اذا سويت لك بعد 10 مقاطع مثل هذا المقطع اللي هو مفيد ولكن قد يعني اقدر اسوي احسن منه، فاذا استمريت على هذا الشيء هو اللي راح يخليني اوصل للمرحله اللي اطلع لك مقطع كامل بانضباط ممتاز ومقطع جميل ومفيد. زين، خلي اشرح لك شلون اني التزمت بالنوم او استمريت بالنوم، لان صار فيديونا على الاستمراريه. اني بالرابع اعدادي تقريبا قبل سنتين هي اول مره افكر واجرب اقعد الفجر، وفعلا جربت قعدت اول يوم وتلقيت نقد كبير جدا، والناس اللي يقولوا لي ليش تقعد بالأربعة الفجر اقعد بالسبعة، هسه على الاقل بالتسعة هم أنا من وقت وهواية وحكي منا وبعدين حرت بموضوع الريوق والغداء وموضوع العشاء وموضوع شلون انام بالليل وشلون احصل 7 ساعات ونص نوم والى اخره. هاي من المشاكل. لمدة سنتين استمريت، فقط استمريت، وكنت كاره موضوع قعدة الصبح وكنت ما ملتزم ابدا. يعني كنت يوم اقعد يوم ارجع انام يوم، ولكن كنت بستمر على انه اقعد الصبح واحاول لحد ما وصلت ما يقارب قبل 6 اشهر او قبل سنة تقريبا. هسه أنا حاليا وصلت لمرحلة إنه صار لي 6 أشهر قاعد الصبح بدون ما
بدون ما انزعج من قعدة الصبح. اقعد حاليا ساعة من 5 الفجر اصلي صلاة الفجر قبل ما تطلع الشمس، وراها ابقى قاعد وانام ما يقارب بال9 بالليل حاليا بهالفترة. فهسه اني عندي قعدة الصبح صارت كلش سهلة، الالتزام الصبح صار عندي كلش سهل. واني هسه من تقول لي شلون وياك الالتزام قعدة الصبح اقول لك سهل. اذا تسالني تقول لي هسه انت هل كنت تتوقع راح توصل هالمرة، اقول لك لا ما كنت متوقع. يعني انا اللي حد قبل سنه كنت عندي القعده الصبح من اصعب الاشياء اللي ممكن اسويها، وكنت اكرهها يعني صدق اكرهها. يعني موضوع صعب جدا، يعني موضوع هاي انه اشيل نفسي هيك اشيل نفسي من الفراش موضوع صعب لابعد الحدود. وانا اتوقع انه هذا اصعب شيء ممكن تسويه بيومك كله. ليش؟ لأنه أنت تدري إنه كمية الونس اللي تتونسها من تنام، كمية الراحة، ماكو جسم يريد يقوم، يعني ماكو شخص يعيف الراحة ويقوم للتعب. فهاي أمور هواية، وخصوصا إذا ما نايم زين وإلى آخره. أنا كل اللي سويته التزمت، فقط التزمت واستمريت. صار لي ما يقارب 2 سنين وراح أطب بالثالثة. فصار لي 3 سنين تقدر تقول أقعد الصبح أو أحاول أستمر على قعدة الصبح. هذا الاستمرار فقط بيوم منا شوي باعت لي فيديو عن النوم، منا سمعت لي معلومة، منا أنا استفادت من تجربتي، منا معلومة على معلومة، تجربة على تجربة. وصلت مرحلة من الاستمرارية وصلتني للانضباط التام. يعني الانضباط بجودة يعني أهم شيء الجودة. قمت أحصل على جودة استيقاظ الصبح ممتازة، بأنه ما أقوم متعاجز، أقوم من نفسي، يعني أقوم ما كاره الموضوع. كنت أقوم كاره الموضوع بس أجبر نفسي أن أستمر. زين، خلي أقول لك شلون استمريت. أنا من استمريت كنت يعني كل ما أوقع أقوم، يعني كل ما أنه أبطل، كل ما مثلا يخرب التزامي يخرب استمراراتي أرجع أقوم. استحملت هاي السنتين. كنت أحاول أساعد نفسي ببعض الأشياء، مثلا أنه أحط المنبه بعيد، أسهل موضوع القوم من النوم. أحط المنبه بعيد بحيث أضطر أقوم من الفراش وأطفيه. مثلا كنت أفتح البردة بحيث انه من اقعد الصبح الشمس راح تطلع، فبالتالي تلقائيا جسمي راح يقوم. فعدة عوامل كنت استخدمها حتى استمر على الاستيقاظ الصبح. فاستمريت على الاستيقاظ لمدة 2 سنين، وهساني حاليا بالسنة الثالثة تقريبا. وحاليا انضبط عندي موضوع هساني، موضوع القعدة الصبح اللي ما افكر بيه، موضوع صار انضباط. يعني تقدر تقول صار عادة، صار جزء من نفسي، انه انا كل يوميا تشوفني قاعد من الصبح. بغض النظر انه البارحه نمت زين ما نمت من وقت، سهرت ما سهرت، هذا الشيء قفل عندي. بعد اني لازم اقعد ويا صلاه الفجر. ممكن بعض الاحيان يعني اذا سهرت كلش راح انام لل8 الصبح، هنا أنا تعويضا للنوم، لان النوم مهم، فما اقدر يعني شويه اقلل من عدد ساعات نومي. ولكن هاي نادرا، لان انا ما اسهر يعني بشكل يومي. اذا كنت طالع وادي مثلا طلعه ممكن اسهر. فهذا الشيء استمرارية على انه اقعد الصبح بدون التزام. انت بس ان انا افرق بين الالتزام والاستمرار. الاستمرارية انه احاول قدر الامكان استمر. مثلا اقطع شهر ارجع، اقطع اسبوع ارجع، كل ما اقطع ارجع. اما الالتزام هو انه اسويه كل يومية بشكل ملتزم، بدون ما انه اليوم متعاجز اليوم فشي. فاني فقط فاستمريت على هذا الشيء الى ان ما وصلت بمرحلة عالية جدا من الالتزام. فالاستمرارية نهايتها راح توصلك للالتزام. فهسه عرفت انت شنو هي الاستمرارية وشنو ربطها بالانضباط، وشلون ممكن تستمر على فد شيء. انه قلت لك لازم تسوي فد شيء سهل، اولا فد شيء سهل كلش. ثانيا تربط فد شيء بفد شيء، بحيث انه السهل تربطه بالصعب، بحيث انه انت تبدي بالسهل وتكمل الصعب. وهنا أنا عرفت شلون اخير شيء انه الاستمرارية راح توديك للانضباط. فانت اذا تريد تروح للانضباط باوع على الاستمرارية، مع حط ببالك همين انه تنضبط. فيديو الانضباط ان شاء الله اسوي فيما بعد. فهسه راح اقول لك بعض الامثلة اللي تخليك تستمر على بعض الاشياء. اول شيء مثلا عندك اذا تريد تدرس فد شيء، واحدة من الامور اللي تسهل عليك انه انت الدراسة المنهج منهج نفسه ما راح يتغير. يعني اذا انت عندك منهج 600 صفحة نفسه منهج 600 صفحة ما راح يتغير، فما راح تقدر تسويه اسهل عليك. ولكن تقدر تسوي بعض الهاك او بعض مثلا تكذب على عقلك او فد شيء، وهو فعلا مو كذب يعني، وانه ما راح تسويه بس بالبداية. وهو انه من انت عندك مثلا محاضرة تريد تباوعها او عندك دراسة تريد تستمر على دراسة هذا المنهج، ما تيجي وتقول يلا اليوم راح اقعد احل هذا التمرين واسوي وهيجي واقرا هذا الموضوع، راح تشوف شيء صعب وما راح تستمر عليه. يعني جزء هذا الاسبوع قريت متحمس، الاسبوع الثاني الاسبوع الثالث قمت تسخت وعرفت هذا الموضوع، هذا المنهج كرهته، هذا الى اخره من هاي الامور.
فحتى تستمر على هذا الشيء يعني حاول تشذب على عقلك، او مو تشذب على تخدعه، تقول له انه انا راح اقوم اقرا لي نص ساعه فقط. تقول لي لسه تحشي على نفسك، انا راح اقوم اقرا لي هاي الماده نص ساعه فقط، وراها ارجع العب. من راح تقوم موضوع ان تقوم تقرا نص ساعه اسهل من ما موضوع تقوم تقرا ساعه وساعتين وتقرا مثلا ماده ومادتين. فهنا راح تشذب على عقلك وتقول له انه راح اقوم اقرا نص ساعه، وفعلا تقوم بمجرد ما تفتح الكتاب خلص انت استمريت على الدراسه. باللحظه اللي فتحت فيها الكتاب راح تقوم تقدر تكمل الكتاب، لان انت اصعب لحظه هي لحظه انه انت كامش موبايلك بيدك وش قاعد تشوف الكتاب هناك وتعيف الموبايل وتروح تقوش الكتاب. هاي اصعب لحظه، وهي هاي اللحظه اللي لازم تتغلب عليها حتى تستمر على الشيء. بمجرد ما عفت الموبايل كمشت الكتاب خلاص الاستمراريه صارت كلش سهله. ممكن تقرا لك ساعه ساعتين، هنا راح تدخل يسموها الفلو، يعني تدخل بجو الماده. عقلك خلص بعد يتبرمج انه بعد راحت عنده رهبه الماده انه ما بيه حيل او في شيء، راح يدخل بالجو. فلهذا السبب يعني ينصحون يقول لك اقرا نص ساعه، او انا ما انصح تقرا نص ساعه، انصح اقل شيء تقرا 45 دقيقه، لان هذا الفلو اللي تدخل به او المود، تدخل بالمود الدراسه، هذا ما راح يجيك بسهوله يعني. فانت من توصل له بنص ساعه يعني حرامات الضيعه وتروح تبدي تعيد كرة انه اعيف الموبايل واكبش الكتاب. لذلك كمل، خصوصا اذا عندك تركيز. فسنرجع الموضوع، من راح تقعد تقرا نص ساعه بمجرد ما عفت الكتاب، عفت الموبايل كبشت الكتاب. هنا أنا فعلا اقرا نص ساعه وقريت نص ساعه، وهذا في الشيء كلش سهل. من تخلص النص ساعه انت بتتفق ويا عقلك انه راح تقرا نص ساعه وتروح تلعب بعدين. هنا أنا شويه اقول له راح اكذب عليك وراح اكمل اكثر. من تقرا نص ساعه كملها، اخذها نص ساعه ثانيه، اضربها بعد ساعه ثانيه. قول لي فعد هذا التمرين حلنا على الواهس. فمن تبدي بالفتشي راح تستمر عليه. فانت ابدي بالفتشي، سهل هذا الفتشي، لا تقول اقرا لي 6 ساعات، لا تقول اقرا لي هالقد، لا تقول اخلص لي 7 مواضيع، قول له اقرا لي نص ساعه وبس. فمن راح تقوم تقرا بالنص ساعه خلاص استمر بعدين ايش قد ما تريد تقرا اقرا. طبعا يعني يفضل ساعه وراها ارجع اخذ لك استراحه وارجع حمير عيد الكره، راح اقرا لي نص ساعه. هذا الموضوع نفس انه موضوع انه اقعد اقرا صفحه واحده من الكتاب. قول اقرا صفحه واحده من الكتاب والتزم واقرا صفحه من الكتاب، من ليت عيف الكتاب خلص عيفه وتعال على باكر اقرا، او بعد ساعه او اي شيء. اذا ما مليت اقرا لك صفحه من الكتاب، انت تلقائيا يعني عقلك راح يدخل بالمود، راح تتحمس تقرا صفحه ثانيه او الموضوع ما خلص. فانت تلقائيا من بديت تكوش الورقه راح تتحمس تقرا تكمل الموضوع، خصوصا انت دائما تعرف انه الكتاب بمواضيع، وهذا الموضوع يعني على الاغلب بقصه وهيجي في3 صفحات تقريبا. فانت ما ممكن انه قاعد تقرا قصه بالكتاب وتعيف القصة على النص لان خلصت الصفحة. فتلقائيا انت من تبدي بالصفحة الواحدة راح تقلب الثانية والثالثة وجوز توصل 5 10، خصوصا بالروايات. اذا تقرأ رواية يعني راح تنسحل بالحماس وبالقراءة. الموضوع صار مثل ما انه تباوع فيلم، تقول راح اباوع لي مثلا حلقة مسلسلة وتباوعها فعلا، تخلص الحلقة يلا تجيب حلقة ثانية، تجيب حلقة ثالثة. بس هاي الموضوع صاير بالكتاب، والكتاب أنا أنصح يعني تدخل بيه، يعني الكتاب مفيد أما المسلسل لا عيب. فهنا الاستمرارية على الدراسة بأنه تسهل الدراسة من وجهة نظر عقلك، تخدع عقلك. طبعا اكو ناس يقول لك بومودورو وهاي السوالف، انا ما انصح بيها، قلت لك لانه من تدخل بالمود مال الدراسة لا تطلع منه، يعني نص ساعة كلش قليل، فسويها ساعة اقل شيء او 45 دقيقة. فهاي من النقاط اللي تساعدك بأن تقرأ أو تستمر على الدراسة. واحدة من الأمور اللي استمرار على الجيم، يعني إذا تريد تستمر على الجيم لا تخليه مثلا تشترك بجيم بعيد أبدا. يعني الجيم مالتك لازم تركب تاكسي أو لازم سيارة أو لازم واحد يوصلك، أو يعني تحتاج نص ساعة مشي واليوم تمطر، فلا تشترك يعني بجيم بعيد. شوف لك أقرب جيم، وإن تضحي بجودة الجيم، وإن مثلا تدفع اشتراك أكثر، ولكن المهم تحصل على واحد يخليك تستمر. الجيم يكون قريب عن بيتك، او اذا تقدر تتمرن بالبيت هم ممتاز. ممكن تمرين البيت شويه بابي واهس، ولكن همين اكو طرق حتى تسهل عليك الاستمراريه. مثلا انه تمرين البيت من تتمرن بالبيت خلي المعدات قدامك، يعني لا تخلي انه اذا مثلا عندك معدات للتمرين لا تضمهن وتحطهن مثلا عندك ميز وتضمهن جوا الميز جوا الشربايه، تحطهن بجنطه، وكل ما تريد تبدي اهو لازم افتح هاي واشد مثلا الكرسي واشد هاي الهيتشي واطلع ذني.
هذا الشيء راح يخليك بتستمر. حطهم قدامك هيك دائما مشدودات. يعني واحدة من الامور اللي تساعدني انه الستاند لسه قاعد اصور بيه. انا الستاند ايام زمان كنت اطبقه بكل مره استخدمه وراها اطبقه واجيب الجنطه واسده واحطه بالكنتور وحتى احافظ عليه وهيك. بس هذا الشيء سواني يعني ما اريد اصور. يعني من اجي اصور اهو تعال افتح الستاند وافتح الرجلينات والى اخره. هسه قمت لا الستاند خلاص احط عليه الموبايل واصور. افتح الموبايل واحطه اطبقه على صفحه. فالاستمراريه من شروط الاستمراريه هي تسهيل المهمه قدر الامكان. شنو تسوي؟ شنو الاشياء اللي تسويها حتى تسهل المهمه سويها، لان هذين الاشياء هي راح تخليك تستمر على الشيء اللي تريده. وطيتك عده امثله بالتمرين بالجيم بالدراسه بقراءه الكتاب حتى بالقران. بكل شيء طيتك امثله. وبعد اكو هواي امثله ولكن انا راح اكتفي بهذا العدد. انت تحتاج تعرف انه حتى تستمر سهل عليك المهمه. شلون سهل عليك المهمه؟ بانه عده عوامل، منها انه يعني تربط عادة بعادة. عندك عادة سهلة وعندك عادة صعبة، تربطها اثنيناتن راح يصير موضوع سهل. ومثلا اقدر اختصر لك الاستمرارية بانه تبدي خلص. اذا بديت راح تستمر. لانه هذا طبعا الموضوع يعتمد همين على التسويف ويتداخل ويا موضوع الانضباط والى اخره من هاي المواضيع. وان شاء الله انا راح استمر على تسجيل الفيديوهات. وراح اكون يعني انزل واستمر الى ان اوصل مرحلة انضبط بانه انزل لك فيديو كل يومية اشوف لي اياه يوم اثبته وينزل كل يومية بنفس الموعد وبجودة عالية مع ملف PDF في النص مكتوب وبجودة عالية. فحتى اوصل لديش المرحلة لازم استمر، وان كانت الجودة تعبانة، وان كان مثلا النص يعني شوية مخربط، وان كان الصورة ما راح توصل بافضل شيء، ولكن هذا الشيء ضروري حتى اوصل لمرحلة الانضباط. واحب اختم واقول لك قليل دائم خير من كثير منقطع. يعني لو تقرأ لك صفحة واحدة باليوم لمدة شهر أحسن مما تقرأ لك مثلا 45 صفحة بيوم واحد. وجربها وشوف. وأنا بجربها هاي موضوع الدراسة وموضوع السادس إعدادي، لأنه أنا استمريت على دراسة ساعة واحدة باليوم. يعني أعطاني إمكانية إنه أطلع معدل بسهولة أكثر من ما شخص يقرأ له 12 ساعة بالأسبوع بيوم واحد بالأسبوع. فهذا موضوع الاستمرارية اللي قليل دائم خير من كثير منقطع من أصدق الأشياء، من أصدق المقولات. ومقولة يعني أنا مجربها صراحة ومار بيها. فإن شاء الله راح استمر على تنزيل المقاطع. واقترحوا لي يوم بالتعليقات. أنا بالقناة الثانية راح أنشر يوم الجمعة، فهنا يجوز أنشر الأحد الثلاثاء ممكن أي يوم ثاني. اقترحوا لي يا يوم تريدون أنزل بيه وإن شاء الله أستمر وأنضبط بتنزيل الفيديوهات. وانتظروا مقطع الانضباط أيضا همينة من أسويه إن شاء الله. شوفكم مقطع جاي ومع السلامة.